اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية هي يعني لتأكيد اهتمامنا بقضية الشاب المغيب سجاد العراقي وغيره من المغيبين العراقيين. بادرت عائلته وأصدقائه وزملائه في الاحتجاج إلى إقامة هذا التمثال من أجل التأكيد على قضيته وضرورة أن يكون هناك كشف عن مصير هذا الشاب المغيب وغيره من الشباب المغيبين أيضا. هذه الوقفة اليوم تؤكد المنهج السلمي لتشرين، وبالتالي هي محاولة لإلقاء حجر في ماء ساكن، لأنه بصراحة الحكومات الماضية أهملت هذا الملف ولا زالت تسوف وتماطل ولا تظهر المصير الحقيقي لهؤلاء الشباب المغيبين. أملنا أنه تهتم الحكومة المحلية أولا والحكومة الاتحادية ثانيا بمصير سجاد وزملاء الآخرين المغيبين، وأن تكشف بشكل واضح لا لبس فيه عن مصير هؤلاء الشباب. ونحن في أول أيام عيد الفطر المبارك نقوم بافتتاح نصب تذكاري للمغيب سجاد العراقي، هذا المغيب الذي ضحى بحياته من أجل الشعب العراقي، من أجل أن ينعم الشعب العراقي بالأمن والأمان وأن يكون العراق بسيادة ومستقل وقوي. ويعني لنا هذا النصب التذكاري هو تضحيات تشرين، تضحيات الأخوة الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن من أجل حرية الوطن ومن أجل حرية المواطن ورخاء المواطن. الثوار والناس المضحين من أجل شعبهم يعني هم في ضمائر وقلوب الناس، والتمثال لما يقام لهم بالتأكيد هو يعزز مكانتهم الاجتماعية ويذكر المجتمع بتضحياتهم بمواقفهم النبيلة اتجاه قضايا شعبهم والتضحية من أجلها. بالتأكيد احنا تشرين لا زالت باقية في ضمائر الناس، وهي سلوك مجتمعي جذر من خلال العمل المتواصل للتشرينيين الحقيقيين غير المزيفين، وهذا ما أثمر بحركات احتجاجية تنطلق ما بين فترة وأخرى أو مطلبية تنطلق ما بين فترة وأخرى للمطالبة بحقوق الناس وحقوق المناطق الشعبية اللي ينقصها الخدمات أو الشباب اللي الخريجين اللي يطالبون بفرص عمل مناسبة لهم. اثنين المباعوني وحاضرين المباعوني طايح والمخطوب اثنين المباعوني طايح والمخطوب اثنين المباعوني.